السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد محمود من قناة كود جيم. الفيديو ده عايزك تسمعه كويس جدا، يعني ما يهمنيش أوي إن أنت تتفرج على الفيديو أكتر من إنك تسمعه أكنك بتسمع محاضرة بالظبط، لأن اللي هقوله في الفيديو ده يعني ممكن يفرق مع أشخاص كتير جدا، خصوصا في البداية. النهارده إن شاء الله دي آخر حلقة لينا في السلسلة، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو إيه هي أفضل لغة برمجة أبدأ بيها. مبدئيا الفيديو ده مش عشان يقولك بشكل واضح ابدأ لغة كذا أو كذا، سواء الجافا سكريبت سواء البايثون سواء C++، C Sharp، أيًا كان اللغات. أنا مش جاي هنا عشان أقول لك تبدأ دي أو تبدأ دي. بُص، هو الموضوع من كذا ناحية أو من كذا زاوية بيختلف من شخص للتاني، فأنا ما فيش لغة واحدة أقدر أقول لك إن هي أفضل لغة تبدأ بيها أو لأ. في ناس كتير جدًا ممكن تقول لك ابدأ بايثون لإنها سهلة ومش بتحتاج تكتب سطور كتير عشان تنفذ فكرة بسيطة، وده فعلًا حقيقي. البايثون لغة سهلة وبتسهل على المبتدئين دخول المجال بسرعة، لكن خلينا نفكر مع بعض، هل السهولة دايمًا هي أحسن حاجة؟ بُص، لما تبدأ بالبايثون هتتعلم المنطق الأساسي، الfunctions، الconditions، الloop، لكن في نفس الوقت هتتعود على إنها لغة نفسها مش بتجبرك تفكر في تفاصيل كتير، زي الdata types، الmemory management أو إدارة الذاكرة أو حتى طريقة الcompilation. فخلي بالك إنك لما بتيجي تتنقل بعد كده من البايثون وتدرس أي لغة تانية زي الC أو الجافا أو الجافا سكريبت، هتتفاجئ إن في concept جديدة، إن مثلًا كل متغير لازم يكون boolean أو string أو integer اللي هي data type. لازم تفهم يعني إيه strong typing وweak typing، وكمان إزاي الكمبيوتر بيتعامل مع الميموري أو الذاكرة. الحاجات دي كلها هي مش صعبة في حد ذاتها، لكن أنت هتكون تأقلمت أو عقلك تأقلم مع سهولة البايثون وسهولة استخدام اللغة. هي البايثون فيها النوع ده من الأمور، لكن في بدائل سهلة في البايثون بتخلّيك أنت لوحدك كمبتدئ تلجأ لها بدون الحاجة في الدخول إلى تعقيدات، فبالتالي مش هتاخد بالك إن في حاجات أصعب هتقابلها قدّام، زي ما تقول كده بتقلل حذرك من الصعوبات اللي جاية. فزي ما قُلت لكم الموضوع هنا هو مش في صعوبة اللغات دي، لكن في إنك فجأة هتتصدم في إنك تلاقي مصطلحات جديدة تمامًا في اللغات دي أنت ما كنتش تعرف عنها حاجة، إنك كنت فاكر إن البايثون أو اللغة اللي قدّامك دي بسبب قلة بحثك وقلة فهمك للغة إن اللغات ديّة زيّها زي البايثون بنفس الطريقة، فيقوم متفاجئ إن التفاصيل دي مش موجودة في البايثون، فبالتالي بيحصل زي إيه، إنك هتقول لنفسك أنا هارجع أعيد من الأول تاني، فبتبقى مشكلة جامدة أوي في الحتّة دي. فالخلاصة إن الموضوع مش في الصعوبة، لكن صعوبة إنك مش واخد على التفكير في التفاصيل دي من البداية. طب لو هدفك إنك تاخد overview عن البرمجة بشكل عام بدون يعني أنت مش عايز تتعمق أوي في اللغة أو تاخد الأمور بصعوبة، فالبايثون هو حل مثالي. لكن لو ليك هدف معين في البرمجة، مثلًا عايز تتعلم ذكاء اصطناعي، فساعتها هاقول لك اتعلم بايثون. عايز تتعلم أي track خاص بالبايثون، ليك هدف معين، فهاقول لك روح اتعلم بايثون. خلّي بالك حاول ما تبدأش لغة وأنت مش عارف أنت هتعمل إيه بعدها، لو أنت ناوي تكمّل في البرمجة. خلّي دايمًا عندك هدف عايز توصل له من الأداة اللي هي لغة البرمجة اللي أنت هتستخدمها. لو أنت ما عندكش هدف، ساعتها هاقول لك لأ، روح للغة شوية فيها تفاصيل عشان تفهم البرمجة شكلها عامل إزاي. لو هدفك الحقيقي إن أنت تتعمق أوي في البدايات وتبني أساس قوي يخلّيك تنقل بين اللغات بسهولة، يبقى لغة زي مثلًا الجافا، الC++ أو الC# حتى، هتدّيك خبرة أعمق من الأول. الموضوع ما لوش علاقة إنك تبدأ بأسهل لغة أو أصعب لغة، الموضوع هو إيه أنسب ليك حاليًا. طب خلّيني برضه أوضّح يعني إيه أنسب ليك حاليًا. بُص، لو أنت شخص عنده هدف معيّن من دخول مجال البرمجة، يعني في حاجة شدّتك للبرمجة سواء الذكاء الاصطناعي، إنشاء تطبيقات، أو أي حاجة من النوع ده، دَوّر ورا الحاجة ديّة واعرف إيه هي اللغات اللي ماشية معاها وابدأها. ما لكش دعوة بقى إذا كان هل لغة البايثون هي الأسهل أو لغة الجافا هي الأسهل. يعني مثال بسيط، لو أنت مثلًا ناوي تبدأ أندرويد ولنفرض، طبعًا في أكتر من طريقة ممكن تبدأ بيها أندرويد، سواء تبدأ عن طريق حاجة اسمها framework اسمه flutter وتتعلم لغة برمجة اسمها dart، أو إنك تبدأ أندرويد وتتعلم لغة برمجة الجافا أو الكوتلين. ساعتها أنت ابدأ اللغة اللي مهمة ليك في الحتّة دي، ما تسمعش كلام حد يقول لك لأ دي لغة صعبة ما تبدأش بيها، ابدأ بلغة تانية أبسط. لأ، ركّز على هدفك، لإن هدفك ده هو اللي هيخلّيك تقاوم الصعب وتنظّم تفكيرك بطريقة أحسن. إنّما لو أنت ما لكش هدف من دخول البرمجة غير إنّك أنت عندك فضول، ده ممكن أنصحك بالبايثون، لإن البايثون ليها تراكات كتير جدًا في البرمجة، ممكن تبدأ بيها بشكل عادي. وممكن برضه تبدأ لو أنت عندك عزيمة قوية وصبر كبير، تبدأ في اللغات اللي إحنا ممكن نقول عليها صعبة أو فيها تفاصيل كتير، بس ده هيساعدك أكتر إنك تفهم البرمجة بشكل صحيح، وفضولك ده يزيد ناحية البرمجة. يعني أنا جاي باقول لك الكلام ده بناءً على تجارب مع ناس كتيرة جدًا مرّوا بالموضوع ده، سواء بدأوا بالصعب أو بالسهل، ده وصل وده وصل، لكن في ناس وقعت بسبب قلة اهتمامها أو قلة تركيزها في حتت معينة، سواء اللي حوّل من السهل للصعب أو اللي بدأ صعب من غير ما يكون حاطط معايير لنفسه. بس خلّي بالك إنك لو هتبدأ لغة زي الجافا أو الC++ أو حتى لو هتبدأ بايثون، زي ما قُلت لك في الفيديو اللي فات، ركّز على الأساسيات اللي إحنا قُلناها في الفيديوهات على مدار الlist، لإن الأساسيات دي معرفتك بيها على الأقل مهم جدًا ولازم تفهمه وتعرفه كويس أوي.
في النهاية ما فيش اختيار صح أو غلط، المهم إنك تبدأ بأنسب حاجة ليك، ومش مشكلة لو أنت بدأت غلط، اعِد تنظيم عقلك تاني وابدأ تاني، ما فيش مشكلة، عافر وخليك صبور وخلّي بالك طويل، لإن البرمجة محتاجة شخص باله طويل وعنده صبر وعنده سعي وعنده استمرارية. ركّز على أهدافك وطريقك في التعلم، الأهم مش اللغة نفسها، أهم إنك تبدأ وتكمّل، تتعلم، تفكّر كمبرمج. وفي النهاية ده مجرد رأي مبني على تجارب أنا خُضتها، تتفق معايا أو تختلف، فالبرمجة أساليبها كتيرة وأساليب اللي أنت تقدر تخش منها فيها كتيرة، ابدأ بأي حاجة تكون مناسبة ليك، وافهم البرمجة ماشية إزاي، وقوّي تفكيرك وقوّي نفسك في المجال ده لو أنت ناوي تكمّل فيه إن شاء الله. شكرًا لمتابعتنا، كده انتهينا من سلسلة ما قبل البرمجة، أرجو إن أنتم تكونوا استفدتوا من السلسلة دي بأكبر استفادة ممكنة، أشوفكم إن شاء الله في سلسلة أخرى، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب على قناتنا وصفحتنا على الفيسبوك، ومعاكم محمد محمود من قناة كود جيم.